تخيل تبص في المحفظة تاني يوم القبض تلاقيها فاضية، والمصيبة انك مش فاكر صرفت على ايه اصلا. ده بالظبط اللي حصل مع علاء اللي قبض المرتب وراح كله في يومين. تعال نعيش معاه القصة ونكتشف مع بعض الفلوس راحت فين. انا عايزك تتخيل معايا الموقف ده كويس. واحد لسه متعين جديد، اول شغل في حياته واول قبض يشيله بايده، حاسس انه اخيرا بدأ يستقل ويحقق اللي كان بيتمناه. بس بعد يومين، تخيل معايا كده، يومين بس والمرتب اختفى. يعني مش ببالغ، حرفيا اختفى. قصة النهاردة قصة شاب اسمه علاء، بس قبل ما تحكم عليه اسمع حكايته للآخر، يمكن تلاقي نفسك فيها اكتر مما تتوقع. أنا اسمي علاء، 24 سنة. من 3 شهور اتعينت في أول وظيفة ليا، وأول مرتب نزل كنت طاير من الفرحة. طلعت من البنك والابتسامة على وشي، شفت الدنيا بلون مختلف. قلت خلاص هعوض كل الحرمان، هخرج أجيب لبس جديد وهجيب لماما هدية، وهشرب حاجة ساقعة من عند أغلى كافيه عشان أحتفل. علاء عاش أول يوم كأنه في حلم. خرج مع أصحابه، عزم، اتفسح، جاب جزمة غالية، واتغدى من تطبيق مشهور على السوشيال ميديا. بس الغلطة مش هنا، الغلطة الحقيقية كانت في الاستسهال. كان بيدفع ومش بيحسب. علاء بيقول كنت حاسس ان اخيرا هعيش، بس من تاني يوم بدأت اتزنق، نسيت اجهز اكل فاشتريت اكل من بره. صاحبي كلمني عشان نخرج، قلت مش هكسفه. فاتورة الكهرباء نزلت، لقيت نفسي بدفع وانا مش حاسس. المشكلة اني كنت حاسس اني لسه في اول الشهر، لحد ما جت لحظة الحقيقة. علاء واقف قدام الاي تي ام، كان ناوي يسحب 500 جنيه بس، لكن الشاشة ردت عليه بجملة باردة: الرصيد غير كافي. علاء قال قفلت المحفظة ومشيت وانا حاسس اني تايه. رجعت البيت، قعدت على السرير، فتحت الموبايل وبدأت اعد المصاريف. كل حاجة كانت صغيرة، بس لما جمعتهم لقيتني صرفت 1800 جنيه في 48 ساعة على حاجات ما كنتش محتاجها فعلا. كنت بشتري لحظة حلوة بس بفلوس شهر كامل. وهو قاعد بيفكر وبيحاسب نفسه، اتولد عنده سؤال بسيط بس مرعب: انا بشتغل عشان اعيش ولا بعيش عشان اصرف؟ ومن هنا كانت نقطة التحول. علاء قال مسكت ورقة وقلم وبدأت اكتب. قسمت المرتب في دماغي: اكل، سكن، مواصلات، ترفيه. قلت المرة الجاية مش هصرف يوم بيوم، هخلي كل جنيه رايح لمكانه. انا اللي لازم اتحكم في فلوسي مش العكس. علاء مش لوحده، ناس كتير عايشة المشهد كل شهر، بس الفرق مين اللي هيقف مع نفسه ويبدأ يفهم ان المشكلة مش في قلة الفلوس، المشكلة في طريقة صرف الفلوس. حكاية علاء بتوضح ان المرتب مش بيطير، احنا اللي بنسيبه يطير بايدينا بدون ما نحس. قرار ورا قرار مش محسوب، مجاملة صغيرة، عزومة، خصم مغري، وفي الاخر المرتب خلص ولسه الشهر في اوله. وده مش بس بيضغطك ماليا، ده كمان بيكسرك نفسيا. طيب انا عايز اغير من نفسي فعلا، اعمل ايه؟ لازم تغير طريقة تفكيرك اللي بتولد عندك عادات بتجيب لك الفقر. اول حاجة لازم تكتب ميزانيتك قبل القبض، وحدد مسبقا كل بند من بنود المصاريف: اساسي وثانوي وترفيهي. تاني حاجة طبق نسبة 50-30-20. 50% اساسيات وضروريات، 30% رفاهية، و20% توفير وسداد ديون. تالت حاجة استخدم طريقة المغلفات او الحسابات المنفصلة، وقسم الفلوس حسب البنود وخلي جزء مخفي للطوارئ. يعني لو بتصرف كاش استخدم طريقة المغلفات، ودي فكرة قديمة وبسيطة وفعالة جدا للناس اللي بتتعامل بالكاش. بعد ما تقبض قسم المرتب لمبالغ محددة، وتحط كل مبلغ في مغلف، يعني ظرف مكتوب عليه اسمه. مثال: مغلف مكتوب عليه ايجار فيه 2000 جنيه، مغلف مواصلات فيه مثلا 600 جنيه، مغلف اكل وشرب فيه مثلا 2500 جنيه، مغلف ترفيه فيه مثلا 800 جنيه، مغلف توفير فيه 1000 جنيه. كده كل بند ليه ميزانيته ومش هتتجاوزها بسهولة. ولو بتتعامل بكروت البنك تقدر تعمل حسابات فرعية او محافظ داخلية في نفس البنك. بعض التطبيقات البنكية بتوفر ده. مثال: حساب رئيسي لقبض المرتب، حساب فرعي
واقعي للتوفير، حساب للمصاريف الشهرية، حساب للطوارئ، أو ممكن تستخدم تطبيقات مجانية بتعمل نفس الوظيفة دي إلكترونيا. الفكرة الأساسية إنك ما تسيبش الفلوس كلها في مكان واحد أو تحت إيدك كلها، لأنك هتصرف من غير ما تحس. لكن لما تكون متقسمة ومنظمة هتبقى أنت اللي مسيطر على مصاريفك، مش هي اللي مسيطرة عليك. رابع حاجة، سجل كل قرش بيخرج. التطبيقات المجانية أو حتى ورقة وقلم هتفيدك جدا. خامس حاجة، امنع الصرف اللحظي. لو حاجة مش ضرورية استنى 24 ساعة وهتشوف إنها مش مهمة. سادس حاجة، كافئ نفسك بذكاء. الترفيه مهم بس في حدود الميزانية وبعقل مش بالعواطف. آخر حاجة، اتعلم تقول لأ حتى لو لناس بتحبهم. في الحلقات الجاية هتشوف وتسمع حكايات من قلب الواقع، وخليك فاكر قصة بسيطة ممكن تغير طريقة تفكيرك في الفلوس للأبد. اشوفكم على خير وإلى اللقاء.